لو سألتك مين ممكن يقع أسرع؟ مطعم صغير في الشارع اللي جنبك ولا شركة عالمية زي نوكيا أو كودك؟ المفاجأة الاتنين معرضين للسقوط لو وقعوا في نفس الغلطة. الماركتينج مايوبيا أو كسر نظر التسويق. النهاردة هنتكلم عن الغلطة دي بالتفصيل ونفهم إزاي تحمي مشروعك منها خطوة بخطوة. في آخر الفيديو هتقدر تفهم ببساطة يعني إيه ماركتينج مايوبيا أو كسر النظر التسويقي. هتعرف ليه شركات عملاقة انهارت بسببها. هتقدر تطبق خطوات عملية تحمي مشروعك من نفس المصير. كتير من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة بيقعوا في نفس الفخ. بيكون عنده منتج ناجح ويبدأ يركز على بيعه بس، وينسى إن احتياجات العملاء بتتغير طول الوقت. مثال بسيط من حياتنا: محلات تصوير الصور القديمة في مصر كانوا معتمدين على أفلام الكاميرات لحد ما الموبايل بدأ يصور بجودة عالية. فجأة أغلبهم قفل، والسبب إنهم ركزوا على بيع الفيلم مش على تلبية احتياج الناس لتخزين الذكريات بسهولة وسرعة. تعالوا مع بعض نفهم تعريف مصطلح الماركتينج مايوبيا أو كسر النظر التسويقي. ده ببساطة بيحصل لما الشركة تركز على بيع منتجها الحالي وتنسى حل مشكلة العميل أو تلبية احتياجه المتغير، وبتكون النتيجة إن السوق بيتغير والعميل يسيبها والشركة تنهار. تعالوا مع بعض نتكلم عن أعراض كسر النظر التسويقي أو الماركتينج مايوبيا. بكل بساطة هنتناول أهم 3 أعراض. 1. التركيز على المنتج أكتر من العميل. الشركة بتكون مبسوطة بنجاح المنتج الحالي ومش بتفكر في أي نوع من التغيير. 2. تجاهل التطورات اللي بتحصل في السوق. الشركة بتعتبر نفسها رائدة ومش محتاجة أي تطور. 3. رد الفعل المتأخر. ببساطة لما السوق بيتغير بيكون المنافسين سبقوك بمراحل. مفتاح الحماية هنا إنك تبيع حل أو قيمة للعميل مش مجرد منتج. تعالوا مع بعض نتكلم عن أمثلة واقعية من السوق العالمي والسوق المصري. هنبدأ بأشهر وأهم مثال: شركة كودك. كودك كانت ملكة تصوير لعقود ماضية. اخترعت الكاميرا الرقمية أول مرة، بس خافت إنها تقتل سوق الأفلام المربح، وكانت النتيجة إن السوق اتغير بسرعة وكودك أفلست تقريبا. شركة نوكيا. نوكيا سيطرت على سوق الموبايل بس تجاهلت التحول للهواتف الذكية باللمس. العميل كان عايز إيه؟ العميل كان عايز تجربة استخدام ذكية وسهلة، ولقي ده عند أبل وشركة سامسونج، والنتيجة إن نوكيا اختفت تقريبا من السوق. محلات الفيديو الدي في دي في مصر اعتمدت على تأجير الأفلام، بس مع ظهور اليوتيوب والنتفليكس الناس بقت عايزة المتعة فورا. المحلات دي راحت مع الريح لأنها كانت شايفة نفسها بتبيع شريط فيديو مش متعة المشاهدة في البيت. جرب تعمل التمرين ده حالا. اكتب اسم مشروعك واسأل نفسك: أنا بحل مشكلة إيه للعميل؟ لو الإجابة كانت مجرد المنتج، خطر كبير إنك على طريق الماركتينج مايوبيا أو كسر النظر التسويقي. مثال: لو عندك محل عصير، انت مش بس بتبيع عصير، انت بتبيع انتعاش وطاقة في الحر. لو فهمت ده هتعرف تطور منتجك قبل ما العميل يروح لحد تاني. ملخص سريع لفيديو النهاردة: ركز على العميل مش المنتج. السوق بيتغير أسرع من توقعك. أي مشروع بيفهم احتياجات العميل هو اللي بيعيش. وأخيرا عايزك تقولي في الكومنت إيه أكتر شركة كنت بتحبها وفجأة اختفت. وما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.